السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهاردة محاضرة 6 في ريفيت 2023. طبعا آخر حاجة كنا وصلنا لها المحاضرة اللي فاتوا. بعد ما عملنا الفاونديشن سواء كانت بي سي أو ار سي. بعدين عملنا البيم أو الشدادات والروابط ما بين الأعمدة. بعد كده بدأنا نعمل الأعمدة نفسها، وبعدين المفروض النهاردة نبدأ نعمل البلاطة إن شاء الله. فعايز أبدأ أرسم البلاطة بتاعتي. فمبدئيا لو انا ركزت كده يا شباب، لو رحنا لواحد من الاتجاهات زي النورث مثلا، كنت انا راسم هنا الناتشورال جراوند ليفل، وبعدين رسمت البي سي والار سي، وبعدين في هنا ليفل للسلابون جريد اللي هي البلاطة اللي بتكون الأرضية بتاعة الدور الأرضي. تمام كده. طيب البلاطة دي في الغالب أو تسليحها بيكون المينيموم، وبتكون في الغالب من 15 ل 20 سنتي، فهنعملها إن شاء الله 15 سنتي. تمام كده. فأول حاجة هروح أقف على ليفل السلابون جريد، وبعدين عايز ابدا هندسه ارسم السلابون جريد بتاعتي. طيب السلابون جريد بتاعتي هل بقى لها شكل محدد؟ لا، هي مبقاش لها شكل محدد، بس كل اللي فيها انها بتكون محاوطه المبنى بتاعي من الاربع اتجاهات على الفاونديشن بتاعتي. يعني ايه يا هندسه؟ يعني انا عايز اعمل سلابون جريد، فهروح من structural، وبعدين لو جيت هنا هلاقي حاجة اسمها فلور، ليفت كليك عليها كده يفتح لي structural واركتكتشرال. طب ايه الفرق ما بينهم يا هندسة؟ الاستراكشرال دي يعني بلاطة ان انا هعمل لها تسليح، لكن الاركتكتشر هي بلاطة ممكن تكون مثلا على شكل السيراميك بتاع الارضية او غيره، فمش هيكون فيها تسليح. طب انا شغال انهي فيهم يا هندسة؟ انا شغال استراكشر، فاقول له استراكشر. لما اقول له structure يبدأ يفتح معايا هنا سكتش مود. يعني ايه سكتش مود؟ يعني يبدأ يفتح لي عايز ترسم بلاين ولا بريكتانجلر ولا بشكل مختلف ولا بأرش مثلا، لو انا عندي جزء أرش في البلاطة بتاعتي، فأبدأ أرسم له بقى هرسم بلاين ولا هرسم ببيك لاين. وبعدين لما أخلص يا إما أخرج من الأمر خالص، يا إما أقول له صح إن أنا خلصت رسم. فمبدئيا أروح هنا عشان أعمل البلاطة بتاعتي اللي هي 15 سنتي ديت 25، فأقول له أنا عايز أعمل إيديت تايب وهسميها، أقول له من هنا دوبليكيت اسمها سلاب 15 سنتي. تمام، وأقول له أوكي. أنا كده هندسة حفظت الاسم للسلاب بتاعتي. أقول له من هنا إيديت، وأجي على 25 دي أكتب له 15 سنتي، وبعدين أقول له أوكي. وبعدين أقول له أوكي تاني هندسة. كده هو عمل لي البلاطة بتاعتي، حفظها لي الاسم بتاعي والسمك اللي أنا اديته له. تمام كده. طيب عايزك يا هندسة تاخد في اعتباراتك حاجتين. الحاجة الأولانية، وأنت بترسم البلاطة لازم الشكل بتاعي يكون شكل مغلق. بمعنى ايه شكل مغلق؟ يعني ما يكونش الشكل بتاعي فيه فتحة، يكون اللاين اللي هنا متصل باللاين اللي هنا متصل باللاين اللي هنا، وكذلك في الاربع اتجاهات. ده رقم واحد. طيب تاخد بالك من ايه تاني يا هندسة؟ ان مفيش اوفرلاب بين الخطوط او فوق الخطوط وبعضها. طب انا اتاكد من الموضوع ده ازاي يا هندسة؟ انا اعرفه دلوقتي. وحاجة كمان، اي شكل مغلق جواه شكل مغلق يديني فتحة. طيب خلينا نبدأ واحدة واحدة كده. هندسة انا عايز ارسم هندسة بلاطة تكون محددة بالنسبة لي الاتجاهات او محددة الفاونديشن بتاعتي. فهقول له من هنا كده انا عايز ارسم يا اما بلاين يا اما بيك لاين. تمام كده. فاقول له عايز ارسم بلاين من هنا، وبعدين اختار يا هندسة نقطة من هنا كده، واروح في الاتجاه ده، واقول له ليفت كليك هنا، وبعدين سكيل. وبعدين يا هندسة هنا نفس الكلام برضه، هاخد له من هنا نقطة من هنا كده، ونقطة هنا كده، وبعدين سكيل. وبعدين من هنا كده برضو هندسة نقطة هنا ونقطة هنا، وبعدين سكيل. وكذلك نفس الموضوع نقطة هنا كده هندسة، ونقطة هنا، وبعدين سكيل. طب وبعدين يا هندسة انت كده رسمت أربع خطوط بس كل خط فيهم لوحده. طيب أربطهم مع بعض ازاي يا هندسة؟ من قائمة موديفاي اللي هو فاتحها لي فيها أمر هنا اسمه تريم أند اكستند، فأقول له ليفت كليك عليه كده، وبعدين هروح أختار اللاين الأولاني، وبعدين أروح أختار اللاين التاني. بدأ يربطهم لي هنا هندسة مع بعض بزاوية، زاوية قايمة. تمام كده. طيب وبعدين أروح أختار نفس اللاين تاني، وبعدين أختار اللاين ده، عمل لي هنا ربطهم لي برضو بزاوية قايمة. طيب وكذلك لو قلت له اللاين ده مع ده، وكذلك لو قلت له اللاين ده مع ده. طب يا هندسة احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده اتأكدنا ان الشكل بتاعنا بقى شكل مغلق. لكن لو ليفت كليك هنا وجيت قربت على اللاين ده كده، مش هيدي معايا هايلايت. يعني مش هيقيد معايا ويطفي ليه؟ عشان هو كده مرتبطين ببعض. لكن لو مش مرتبطين ببعض يبدأ يقيد معايا بقى ايه؟ يعمل هايلايت.
تمام كده. طيب انت كده هندسة رسمت البلاطة بتاعتك، تمام كده. الخطين دول ايه يا هندسة؟ الخطين دول هو اتجاه الحديد بتاعي، اتجاه الحديد الطولي بتاعي، تمام كده. طيب قول له اوكي كده هندسة، وريني شكل البلاطة ده في ال 3 دي عامل ازاي. فاقول له من هنا ليفت كليك، تمام كده رسمني البلاطة بتاعتي. اتاكد ان الليفل بتاعها هنا سلاب اون جريد، وبعدين اروح لل 3 دي ابص على البلاطة بتاعتي. جيت ابص هنا كده هندسة، لقيته عمل لي البلاطة بتاعتي، تمام. وفي نفس الليفل اللي انا حددته له، تمام. طيب ارسم يا هندسه السلاب بتاع الدور الاول، هتبقى نفس السلاب ولا هتتغير؟ اقول لك لا يا هندسه هتتغير. روح للجراوند ليفل كده، شكل السلاب من هنا مختلف. طب ايه الفرق ما بينه وما بين الدور الارضي؟ الدور ده هندسه فيه هنا مثلا بلكونه، وفي هنا بلكونه، وفي هنا كسرات ممكن تكون برضو بلكونه، او في ارش او كلام من ده. فالسلاب بتاعته تختلف عن السلاب بتاعت الدور الارضي، وفي هنا فتحه لسلم كمان يا هندسه. طيب نبدا نرسم في السلاب دي واحده واحده ازاي. اقول لك بالراحه كده يا هندسه، اقول له من structural فلور اختار له البلاطه بتاعتك. انت هتختار البلاطه بتاعتك اللي هي هتبقى سمكها قد ايه يا هندسه؟ ولنفترض سلاب 25. طب لو ما عنديش سلاب 25، اجيب اي نوع سلاب، اقول له دوبليكيت، اغير الاسم بتاعها، وادخل هنا اعمل السمك اللي انا عايزه، وبعدين اقول له اوكي. اوكي انا كده عملت السمك بتاع البلاطه بتاعتي. ومن هنا ابدا اقول له يا هندسه انا عايز ارسم. هو فتح لي هنا سكتش مود، فابدا اقول له انا عايز ارسم حدود البلاطه بتاعتي دي. حدود البلاطه بتاعتك دي مختلفه، يعني في حاجات فيها لاين، وحاجات فيها ارش، وحاجات فيها لاين، وهكذا. اعمل الكلام ده ازاي يا هندسه؟ بكل بساطة خالص هتروح وتقول له ايه، انا عايز ارسم بيك لاين. وبعدين تعالى هنا كده هندسة وقول له ليفت كليك، وهكذا هنا على المايل قول له ليفت كليك، يبدأ يعمل لي هو مجموعة من اللاين. انا مش عايزهم مرتبطين، بس انا عايز ان الواجهة كلها لو هي كلها متساوية يكون فيها لاين واحد، لو مش متساوية ابدأ اعمل عند كل كسرة او كل تغير لاين. تمام كده. فعملت هنا تو لاين، وهنا لاين، وهنا لاين. طيب هنا هندسة قول له لاين برضه، هو من نفسه يبدأ يحدد لي الكيرف بتاعه والارش بتاعه. وهنا لاين، وهنا لاين، تمام. وهكذا طول ما انا ماشي على اي تغير بالنسبة لي، تمام كده. طيب واقرب كده على كل تغير عندي، وابدأ ان انا اعمل البلاطة بتاعتي، تمام كده. طيب تمام. هندسة انت دلوقتي عملت مجموعة من الخطوط، لكن الخطوط دي كلها مش متماسكة مع بعضها، او كلها مش لاين واحد. نعمل الكلام ده ازاي يا هندسة؟ هقول لك بسيطة يا هندسة. انت دلوقتي عملت لاين على كل جزء من اجزاء المبنى، او كل شكل او كل تغير، تمام. روح قول له تريم اند اكستند، وابدأ بقى ربط المبنى بتاعك مع بعضه في اتجاه واحد، واعرف ان النقطة اللي هتبدأ منها هي اللي هترجع لها تاني. فاقول له ف... فاقول له ليفت كليك هنا، وبعدين اختار اللي بعده، وبعدين ليفت كليك على اللي بعده، وهكذا. وهكذا طول ما انا ماشي بقى يا هندسة، بدأ ان هو يربط لي الشكل بتاعي كله مع بعض، تمام كده. لان انا عشان ارسم بلاطة اتفقنا لازم يكون اللي عندي شكل مغلق، تمام. فانا كل اللي بعمله دلوقتي ان انا بخلي الشكل بتاعي كله مغلق، تمام. وهكذا هنا، وهنا نفس الموضوع. وافضل ماشي على الشكل بتاعي لحد ما اروح لاول نقطة انا بدأت عندها، تمام كده. طيب بص يا هندسة، هنا هتلاقي مثلا اللاين ده مكمل، لما اقول له تريم اكستند اكستند بدأ يقص لي الشكل ده ويربطهم لي الاتنين مع بعض، تمام. وهكذا للجزئية دي، وهكذا برضو للجزئية دي. لو ركزت كده يا هندسة، دي أول نقطة أنا بدأت عندها، تمام كده. طيب تمام. قول له من هنا كده يا هندسة ليفت كليك، عايز أشوف شكل البلاطة دي. هو كده يا هندسة رسم لي البلاطة بتاعتي، فأروح لل 3 دي وأقول له سكيب، عمل لي البلاطة بتاعتي
في عندك غلطة صغيرة يا هندسة. طب ايه هي الغلطة دي؟ الغلطة دي يا هندسة ان في سلم هنا في طالع من السلاب جريد لما للدور الاول، يعني بينقلني من الدور الارضي لما للدور الاول. طيب الكلام ده هنعمله ازاي يا هندسة؟ احنا قلنا ان انا عندي دي فتحة السلم اللي بنتكلم عليها. قلنا أي شكل مغلق جواه شكل مغلق يعمل معايا إيه؟ يديني فتحة. تمام كده؟ يعني معنى ذلك إن أنا هروح أرسم شكل مغلق على السلم بتاعي ده عشان أقص الجزء ده من الجزء من البلاطة، صح كده؟ طيب أعمل الكلام ده إزاي يا هندسة؟ لو انا طلعت بره كده بدأ هو يعمل لي هايلايتر او يحدد لي البلاطه بتاعتي. طيب اذا ما حددهاش ليا، من زرار تاب يا هندسه وابدأ اتحرك كده يبدأ ينقلك على اللاينز لحد ما يحدد لك البلاطه. بعدين اقول له ليفت كليك على البلاطه. بعد ما رسمت البلاطه بتاعتي وعايز اعدل عليها اعمل ايه؟ من هنا كده هقول له edit boundary. تمام. فتح لي سكتش مود تاني، لكن السكتش مود اللي فتحه لي هندسة ان انا اعدل على البلاطة. تمام كده. طيب انا عايز اعمل ايه هنا هندسة؟ انا عايز ارسم ريكتانجلر يكون من الجزء ده كده للجزء ده اللي هو السلم بتاعي. فقدام حل من الاتنين، يا اما اقول له لاين واحدده له انا مانيوال كده، او اقول له انا عايز ارسم ريكتانجلر من هنا كده واختار له الريكتانجلر بتاعي من هنا كده واسحبه هنا كده. وبعدين قول له اوكي يا هندسه. بص كده بقى هو عمل لي ايه، بدأ يعمل لي الفتحه بتاعه السلم بتاعي. طيب روح لل 3 دي يا هندسه كده وبص على البلاطه بتاعتي، فبدأ يعمل لي الفتحه بتاعه السلم بتاعي، يعني بقى في فراغ كده بحيث ان انا لما اجي ارسم السلم اللي يجي يطلع للسلم ما يخبطش في السقف، يبقى في فتحه السلم بتاعتي الطبيعيه. تمام كده يا هندسه. طيب تمام. هندسة عايز تقول ايه كمان على البلاطات؟ لو انا عندي هندسة مثلا الدرج بتاعي وعامله مثلا على شكل قرميد او كلام من ده، يعني انا مثلا لو عندي هنا قلت له مثلا قلم، اختار اي قلم. تمام. وهعمل له 4 أعمدة كده عشان اعمل فوقهم بلاطة. عادي مش فارقة معايا هما في انهي ليفل ولا كلام من ده، فعايز اعمل فوقهم البلاطة بتاعة السقف بتاعي. فاقول له انا عايز اعمل من structural floor. تمام. وبعدين فتح معايا سكتش مود، فاقول له انا عايز اعمل مثلا البلاطه بتاعتي 15 سنتي حاجه كده، اللي هو يا دوبك بس ايه، تقفل لي بيت السلم من فوق عشان ابدا اشكل فيه. تمام. فاقول له انا عايز اعمل rectangular او عايز اعمل مثلا هرسم بلاين. فاقول له من هنا كده واحدد له الاند بتاع العمود. هو لسه مستمر معايا. طيب لو مش مستمر معايا يا هندسة بص فوق كده على أمر شين على الشمال، اللي هو ده الأمر شين. تمام. فعله هيبدأ إيه يشتغل معاك. تمام كده. طيب عملت أنا كده البلاطة بتاعتي وبعدين أقول له أوكي. لو رحت كده يا هندسة لل 3 دي بدأ يرسم لي البلاطة بتاعتي بلاطة عادية، فما فرقتش حاجة عندي. لكن لو أنا عايز أعملها هندسة قرميد، فهقول له مثلا لو أنا عايز أعملها بميول هقول له هندسة ده أولا شكل تسليح فمش فارق معايا، هعمل له سيلكت وبعدين ديليت وبعدين اختار البلاطة بتاعتي. ركز هنا كده هتلاقي modify sub element. تمام. عايز أضيف نقطة أو عايز أضيف لاين. قول له لو عايز أضيف نقطة كده، لو وقفت عليها بدأ يرسم لي الشكل بتاعها اهو. هو قال لي ان النقطة بتاعتي تنزل لتحت او تطلع لفوق على حسب ما انا عايز. او لو قلت له انا عايز ارسم لاين، فاللاين بتاعي ده اللي هو يجي في نص البلاطة كده بحيث ان البلاطة يبقى ميولها لفوق، ترمي هنا او هنا او ترمي هنا او هنا. طيب عايز ابدا اشوف الكلام ده اعمله ازاي. قول له هندسة كده اد بوينت، عايز تحط يقول لي انت عايز تحط البوينت بتاعتك فين؟ هقول له عايز احط البوينت بتاعتي ولنفترض في نص البلاطه هنا كده. وبعدين اسكيل. لو جيت عملت سيلكت على البوينت دي كده جاب لك جنبها مجموعه اصفار. طب هندسه لو انا عايز ابدا ان انا ارفع البلاطه بتاعتي دي من النص من هنا كمان سو، فهاجي ليفت كليك على الاصفار دي كده واكتب له مثلا 100 سنتي واقول له انت ايا كان الرساله اللي هتظهر لك سيبها دلوقتي. وبعدين روح لل 3 دي. بص يا هندسه لو قلت له سكيب كده عمل لك البلاطه بتاعتك ازاي. بدأ يعمل لي شكل البلاطة بتاعتي أو الشيب بتاع البلاطة بتاعتي على إنه شكل هرمي كده. تمام. طيب هندسة أنا مش عايز أعمل للبلاطة بتاعتي، مش عايز أعمل لها بوينت. أنا كل اللي عايز أعمله عايز أضيف لها لاين، أضيف لها سبليت لاين بحيث إنها تاخد يا هندسة
تكون بشكل مقسوم نصين. تمام كده. طيب البوينت اللي انت محتاجها لسه، لا انا ما عدتش محتاجها. تمام كده. وبعدين روح يا هندسة لل 3 دي كده، هتلاقي ان البلاطة بتاعتي لسه زي ما هي. لو جيت من هنا كده يا هندسة وقلت له انا عايز ارفع البوينت دي بمقدار 100 وانتر، وبعدين قلت له كمان عايز ارفع البوينت دي بمقدار 100 وانتر. بص كده يا هندسة على البلاطة في 3 دي بقت عاملة ازاي. بقى شكل البلاطة بتاعتي مش هرمي، بقى الشكل بتاعي بقى عبارة عن بلاطة رامية على الجنب ده ورامية على الجنب ده، بحيث ان ايه لو عندي مطرة او عندي او انا هركب قرميد ميول مثلا، اركبه على الجهتين دولت عادي، او لو عايز اعمله على شكل هرمي عادي. تمام كده، فحسب ما انت تحب. تمام كده يا هندسة. احنا كده هندسة قلنا عن البلاطة كل حاجة تخصها ما عدا التسليح، والتسليح هيبقى له محاضرة ان شاء الله لوحده. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضرة الجاية.